الطاقة عنصراً أساسياً في التنمية الاقتصادية لأي دولة، وكانت إفريقيا تاريخياً مستوردة لمعظم احتياجاتها الطاقية. ومع تصاعد أزمة المناخ وارتفاع أسعار الوقود، ظهر المغرب كنموذج فريد، حيث اتخذ مساراً استباقياً نحو الطاقات النظيفة والمتجددة. تأتي محطة نور ورزازات في صلب هذا التحول، ليس فقط كأكبر منصة للطاقة الشمسية في إفريقيا، بل كمشروع متعدد الأبعاد يرمز للرؤية الاستراتيجية للمملكة في مجال التنمية المستدامة والطاقة النظيفة. هذا التقرير يسلط الضوء على كيف تم تحويل الصحراء إلى مصدر للطاقة، ما هي التقنية المستخدمة، كيف أثر المشروع على الاقتصاد والمجتمع، وما هو مستقبل المغرب في مجال الطاقات المتجددة. الفصل الأول: خلفية استراتيجية، المغرب ورهان الطاقة التحولية. 1. الأزمة الطاقية وحاجة المغرب للاستقلال. قبل بدء مشاريع الطاقة المتجددة، اعتمد المغرب على استيراد أكثر من 90% من احتياجاته الطاقية، ما شكل عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على الدولة والمواطنين. تقلبات أسعار النفط والغاز أثرت مباشرة على ميزانية الدولة وزادت من كلفة الإنتاج الصناعي والخدمات. 2. الاستراتيجية الوطنية للطاقة. في عام 2009 أطلق المغرب استراتيجية وطنية طموحة للانتقال إلى الطاقة النظيفة مع أهداف محددة: تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في المزيج الكهربائي بحلول 2020، الوصول إلى 52% بحلول 2030، تشجيع الاستثمار المحلي والدولي في الطاقات المتجددة، نقل التكنولوجيا والخبرة إلى السوق المحلي. كان الهدف واضحاً: تحويل المغرب من مستورد للطاقة إلى منتج ومصدر للطاقة النظيفة. الفصل الثاني: اختيار الموقع. لماذا ورزازات؟ 1. الصفات الطبيعية المثالية. تتمتع منطقة ورزازات بخصائص تجعلها المكان الأمثل لإنشاء محطة ضخمة للطاقة الشمسية. أكثر من 300 يوم مشمس في السنة، مساحات شاسعة متاحة للبناء، بيئة مستقرة جيوغرافياً وجيولوجياً، قربها من شبكات الربط الكهربائي الرئيسية. 2. الموقع كبوابة للطاقة في إفريقيا. ورزازات ليست مجرد موقع تقني، بل رمز الاستدامة والطاقة المستقبلية في إفريقيا، حيث يمكن للمغرب تصدير الطاقة النظيفة إلى الدول المجاورة وحتى أوروبا. الفصل الثالث: ولادة مشروع نور ورزازات. 1. المشروع كمركب طاقي متكامل. يتألف المشروع من 4 محطات رئيسية. نور 1: القدرة 160 ميجاوات، تعمل بتقنية CSP مع تخزين حراري لمدة 3 ساعات. نور 2: القدرة 200 ميجاوات، تقنية CSP مطورة مع كفاءة أعلى. نور 3: برج شمسي بعلو 240 متراً مع تخزين حراري تصل إلى 8 ساعات. نور 4: ألواح فوتوفولتايك PV بقبرة 72 ميجاوات، إنتاج أقل كلفة ونموذج مستقبلي للانتقال الطاقي. إجمالاً قدرة المحطة تصل إلى 580 ميجاوات، ما يجعلها الأكبر في إفريقيا. 2. التقنية المتقدمة للمشروع. استخدم المشروع تقنيات متقدمة تشمل التخزين الحراري باستخدام الأملاح المنصهرة لتوليد الكهرباء بعد غروب الشمس، المرايا المقعرة هيليوستاتس لتركيز أشعة الشمس على الأجرار الحرارية، الذكاء الاصطناعي للتحكم في التوجيه وتنظيف المرايا ومراقبة الأداء، أنظمة تبريد مبتكرة تقلل استهلاك الماء في منطقة صحراوية جافة. 3. التمويل الدولي والشراكات. بلغت كلفة المشروع أكثر من 9 مليارات دولار، وتم تمويله من عدة جهات دولية: البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، الاتحاد الأوروبي، وصندوق التكنولوجيا النظيفة CTF. هذا الدعم الدولي أكد ثقة العالم في قدرة المغرب على إدارة مشاريع ضخمة ومعقدة بكفاءة عالية. الفصل الرابع: الأثر الاقتصادي للمشروع. 1. تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة. يساهم مشروع نور في تخفيض فاتورة الطاقة المستوردة للمغرب، ما يخفف الضغط على الميزانية ويساهم في الاستقلال الطاقي. 2. جذب الاستثمارات الأجنبية.
المشروع فتح أبواب الاستثمار في قطاعات متعددة: الطاقة المتجددة، الصناعة المحلية المرتبطة بالطاقة، التكنولوجيا والبنية التحتية. 3. خلق فرص العمل. ساهم المشروع في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، تطوير مهارات الشباب والنساء في المنطقة، دعم المقاولات المحلية. الفصل الخامس: التأثير الاجتماعي والبيئي. 1. التخفيف من الانبعاثات الكربونية. يساهم مشروع نور في تقليل أكثر من 700 ألف طن من CO2 سنوياً، ما يجعله نموذجاً رائداً في حماية البيئة. 2. إشراك المجتمع المحلي. ساهم المشروع في تحسين البنية التحتية، تطوير التعليم والتكوين المهني، تعزيز النشاط السياحي والخدماتي. 3. الحفاظ على التوازن البيئي. اعتمد المشروع على أساليب بناء صديقة للبيئة، تقنيات توفير الماء، حماية التنوع البيولوجي في المنطقة. خاتمة الجزء الأول من التقرير. توضح تجربة نور ورزازات أن المغرب ليس فقط منتجاً للطاقة الشمسية، بل رائد إقليمي وعالمي في مجال الطاقات المتجددة. المشروع يمثل نموذجاً للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، ويضع المغرب على خريطة الدول الرائدة في الطاقات النظيفة. الجزء الثاني من التقرير الصحفي المطول. الفصل السادس: المغرب نموذج عالمي في هندسة مشاريع الطاقة الضخمة. 1. الهندسة المعمارية والطاقية لمشروع نور. يعد مركب نور واحداً من أعقد المشاريع الهندسية في العالم، ليس فقط من حيث الحجم، بل أيضاً من حيث مستوى التكنولوجيا التي تم دمجها في بيئة صحراوية قاسية. فالمنطقة التي بني فيها المشروع تتميز بصفات فريدة: حرارة مفرطة، جفاف يصل إلى 10 أشهر في السنة، رياح صحراوية محملة بالغبار، تفاوت كبير بين درجات الحرارة ليلاً ونهاراً. ورغم كل ذلك، نجح المهندسون المغاربة والدوليون في بناء محطة عملاقة قادرة على العمل بأعلى كفاءة. تشمل الهندسة المعمارية آلاف الهكتارات من الألواح الشمسية والمرايا، مئات الكيلومترات من الأسلاك، نظام تبريد فعال مع تقليل استهلاك المياه، مركز تحكم ذكي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، برج شمسي يعلو أكثر من 240 متراً مزود بتكنولوجيا تركيز الإشعاع. هذا المشروع ليس مجرد بنية تحتية، بل مدينة طاقية متكاملة. 2. هندسة التخزين سر النجاح الأكبر. أكثر ما يميز المشروع هو القدرة على تخزين الطاقة الشمسية. فبينما أغلب مشاريع العالم تنتج الكهرباء فقط أثناء النهار، يسمح مشروع نور بإنتاج مستمر حتى الليل. تستعمل هذه المحطات تقنيات تخزين حراري تعتمد على الأملاح المنصهرة، وهي مواد قادرة على الاحتفاظ بحرارة عالية تصل إلى 560 درجة مئوية لعدة ساعات. بهذه الحرارات يمكن تشغيل مولدات الكهرباء حتى بعد غياب الشمس، وبذلك أصبح المغرب قادراً على ضمان تغطية كهربائية في المساء، دعم استقرار الشبكة، تقليل الاعتماد على محطات الوقود الأحفوري. إن امتلاك هذه التكنولوجيا يضع المغرب ضمن مجموعة صغيرة من الدول الرائدة في هذا القطاع. 3. الذكاء الاصطناعي في التحكم والتشغيل. يستخدم مركب نور نظاماً متطوراً يعتمد على تحليل البيانات، التنبؤ بالطقس، قياس الإشعاع الشمسي، أنظمة روبوتية لتنظيف المرايا، خوارزميات لضبط التوجيه الأمثل للمرايا هيليوستات. هذه الأدوات تضمن كفاءة أعلى، تكلفة أقل، استهلاك أقل للمياه، عمر افتراضي أطول للمعدات. المغرب لم يبني مشروعاً طاقياً فحسب، بل مخبراً عالمياً للتكنولوجيا الطاقية. الفصل السابع: المكاسب الاقتصادية العميقة أبعد من مجرد إنتاج الكهرباء. 1. الصناعة المحلية تستفيد. أدى مشروع نور إلى خلق سلسلة من الصناعات المحلية، خصوصاً صناعة الهياكل الحديدية، الألواح المعدنية، الكابلات، المحولات الكهربائية، أنظمة المراقبة الذكية. وتم تشجيع المقاولات الوطنية على المشاركة عبر عقود التفويت والمناولة، مما سمح بتنمية الصناعة المحلية ورفع مستويات العمالة والخبرة. 2.
تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المغربية. مع إنتاج طاقة نظيفة وبتكلفة أقل، استفادت عدة قطاعات صناعية في المغرب، أبرزها صناعة السيارات، الفوسفات، صناعات الطيران، الصناعات الغذائية، مصانع التحويل متعددة الأنواع. فكلما كانت تكلفة الطاقة منخفضة ومتوازنة، أصبحت الصناعة أكثر قدرة على التصدير والمنافسة داخل السوق العالمية، وهذا ما رفع من جاذبية المغرب كوجهة صناعية، خصوصاً لدى الشركات الأوروبية الباحثة عن مراكز إنتاج قريبة من القارة الأم. 3. المغرب مركز إقليمي للطاقة النظيفة. مشروع نور إلى جانب مشاريع الرياح في طرفية وطنجة جعل المغرب بلداً ينظر إليه إقليمياً وعالمياً باعتباره مركزاً للطاقة النظيفة، معبراً للطاقة نحو أوروبا، منصة للاستثمار الأخضر، أرضاً مثالية لابتكار حلول الطاقات المتجددة. وقد استفادت المملكة أيضاً من علاقات دولية متقدمة مع ألمانيا، اليابان، الصين، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، لمواصلة تنفيذ مشاريع ضخمة في المستقبل. الفصل الثامن: البعد الاجتماعي للمشروع حين تتحول الطاقة إلى تنمية محلية. 1. ورزازات تتحول إلى مركز عالمي للطاقة. كانت ورزازات لعقود طويلة مدينة تعتمد أساساً على السياحة، السينما، الأنشطة التقليدية، لكن منذ إطلاق مشروع نور بدأت المنطقة تحظى بتطور اقتصادي جديد، حيث شهدت إنشاء طرق جديدة، تطوير المرافق، توسيع الخدمات، خلق فرص عمل لأبناء المنطقة، دخول شركات أجنبية ومحلية، رفع مستوى الدخل لدى عدد من الأسر. أصبحت ورزازات تعرف عالمياً اليوم ليس فقط كمدينة أفلام هوليوودية، ولكن أيضاً كعاصمة للطاقة الشمسية. 2. تأثير المشروع على المجتمع المحلي. ساعد المشروع على توفير فرص تدريب للشباب، إدماج المرأة في سوق العمل، خلق مناصب شغل دائمة ومؤقتة، تنشيط قطاع الخدمات، فنادق، مطاعم، محلات التجارة، تقوية البنية الاقتصادية المحلية. كما استفادت المدارس والجامعات من برامج للتفكين المهني والعلمي في مجال الطاقة الشمسية. 3. بعد بيئي واجتماعي متوازن. المغرب لم يهمل الجانب البيئي، فقد حرص على احترام المنظومة البيئية، حماية التنوع الطبيعي بالمنطقة، تقليل استهلاك المياه، استعمال تكنولوجيات صديقة للبيئة، زرع مساحات خضراء حول المركب الطاقي، وبذلك حافظ المشروع على توازن بين التنمية والبيئة. الفصل التاسع: نور ورزازات والانتقال الطاقي. الرهانات الكبرى. 1. المغرب يدخل نادي الدول القادرة على التصدير. بعد نجاح مشروع نور، بدأت عدة دول أوروبية مهتمة بشراء الطاقة النظيفة من المغرب، وقد أطلقت المملكة مشاريع للربط الكهربائي مع إسبانيا، البرتغال، فرنسا قيد الدراسة. هذا التوجه يجعل المغرب لاعباً رئيسياً في مستقبل الطاقة بالقارة الأوروبية. 2. نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر. الهيدروجين الأخضر سيكون الوقود الرئيسي للعالم خلال العقود القادمة، والمغرب يمتلك مقومات ضخمة تمكنه من إنتاجه بكميات كبيرة، تصديره، استعماله في الصناعة الثقيلة، خلق مئات آلاف مناصب الشغل. وقد بدأت عدة شركات ألمانية ويابانية في دراسة جدوى مشاريع مشتركة. 3. المغرب مركز عالمي للبحث والتطوير. أسس المغرب عدداً من المؤسسات العلمية التي تعمل على بحث حلول مبتكرة للطاقات النظيفة، منها معاهد الطاقة المتجددة، مخابر جامعية، شركاء مع جامعات عالمية، بحوث متقدمة في التخزين والذكاء الاصطناعي. وأصبح المشروع نفسه منصة للتجارب العلمية والهندسية. خاتمة الجزء الثاني: تؤكد التجربة المغربية أن الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية والاستثمار في الابتكار قادرة على تحويل بلد محدود الموارد الطبيعية إلى قوة طاقية إقليمية. فمشروع نور ورزازات لم يكن مجرد منشأة صناعية، بل كان مشروع أمة أعاد رسم موقع المغرب على الخريطة الأفريقية والعالمية.